كيف حالك دكتور أسامة؟ أهلا بك. كذلك أريد أن أحيي الكلب الأجرب الجالس بجوارك. أنت الكلب العين يا ابن اللعين، أنا المسلم أنا الطاهر وأنت النجس ابن النجس من ظهر نجس، واعلم قدرك يا حثالة. ولو كنت عندك لأتيت بك وببلدك جميعا ممن يساندونك وجعلتهم تحت هذا الحذاء الطاهر. أيها النجس، لنا العزة عليكم الذلة إلى أن تقوم الساعة. من السعودية تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي نعم. الشيخ كمال؟ نعم تفضلي نسمعه. والله حسافة نسمع كمال، أنت المفروض. طيب شكرا. لا هو هذا الأسلوب اللي من أنت حتى تقول الشيخ؟ لا دكتور رجاء خلي تتكلم ما تريد. طيب. تكلمي أختي تكلمي. الله قبحك الله يا حيوان يا حقير. خلي تتكلم. واقعا اتركوها حتى يتضح بأنه المستوى الذي ربي عليه هؤلاء. نعم. والله يعلم أنا بيني وبين الله أعذر هذه الأخت، واقعا أعذرها. أنا يقين عندي بأنها أيضا طالبة للحقيقة. نعم. ولكن ملئت حقدا على أهل البيت. ولا أنا ماذا قلت هنا يا أخي؟ أنا ما قلت إلا ما قاله الله ورسوله بعلي عليه أفضل الصلاة. أليس علي عندكم الخليفة الرابع؟ أليس يجب عليكم مودته؟ لو كنت أقول كل هذا الكلام في معاوية بينكم وبين الله أيضا كنت تتكلمين بهذا الكلام. قالت أضاء الله وجهك أحسنتم مع الصحابة. لو كنت أدافع عن عثمان أيضا بل عن يزيد. لو كنت أدافع عن يزيد، لو كنت أدافع عن أبو بكر وعمر وإلى آخره، واقعا كنت تقولين هذا الكلام. ماذا يوجد في قلوبكم؟ لماذا عندما يذكر علي تشمئز قلوبكم؟ أنا واقعا أبقى أقول أعذرك أختي العزيزة، الله يهديك، الله يوفقك للخير، الله يبين لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون إن شاء الله تعالى.